محتار بين الشاومي 15 تي وبين الريلمي 15 برو. شوف، ما اذا تحتار ما راح اقارن لك من ناحيه التصميم، راح اقارن من ناحيه الاداء والقوه بين الجهازين. يلا خلينا نبدي مراجعه على هالجهازين. شوف، من ناحيه السعر فجهاز شاومي راح يكون سعره 584 الف دينار، وجهاز ريلمي راح يكون سعره 599 الف دينار. من ناحيه الاداء، المعالج هنا راح يكون دايمنسيتي 8400 الترا، وهنا راح يكون سناب دراجون 7 جين 4. طبعا هنا راح يتفوق الدايمنسيتي على السناب دراجون من ناحيه الاداء والقوه والسرعه. هسه نجي على معالج الرسوميات. عندكم الشاومي بمعالج جدا قوي المالي 720، وهنا راح يكون الادرينو 722. شاومي هنا جمع معالج رسوميات قوي ومعالج قوي بنفس الاداء اللي هو دايمنسيتي 8400 الترا، فراح يكون عندك الاداء بالجرافيكس قوي جدا هنا. وهسه راح نجي نحكي على الرامات. هنا راح يكون رام 12 جيجا وهنا 12 جيجا، لكن الفرق هنا راح يكون DDR5 X وهنا راح يكون DDR4 X، فراح يكون هنا اسرع عندك التي 15. واكو شغله ثلث راح تخليه اسرع اللي هي الذاكره التخزينيه، راح تجي من نوع اليو اف اس من نوع 4.1، وهنا راح تكون 3.1 اللي هي النوع القديم. فهذا الجهاز راح يكون افضل لك اذا كانت ميزانيتك 600 الف دينار. وبهاي الارقام يفترض انه انت عرفت من الفايز، بس اكو فقره لازم تنتبه لها. جهاز شاومي راح يجي ب6 سنوات تحديث، وهنا راح يجيك ب4 سنوات تحديث. بعد انت لازم تقرر من الجهاز الافضل.